بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير وبألف صحة يا رب، ويا رب يجعل أيامنا كلها أعياد. يمكن اتفاجئنا بقرار رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، الفاسد أحمد دياب، المرتشي أحمد دياب. معلش استحملوني في الألفاظ بتاع النهاردة، استحملوني لأن أنا يعني بصوا، يعني كلنا قرفانين بسبب خطاب رابطة الأندية الفاشلة الفاسدة المرتعشة. فاستحملوني بقى في ألفاظي النهاردة. طبعا طلع علينا رابطة الأندية بخطاب إن النادي الأهلي هيكمل أو هيبقى موجود في الدوري بشكل عادي، ومش هيطبق عليه خصم 3 نقاط بنهاية الموسم. طيب هل اللي بيحصل في مصر ده بيحصل في اي نادي في العالم؟ لا، ما بيحصلش. طيب هل الفساد اللي احنا فيه ده بتشوفه في اي نادي في العالم؟ لا، مفيش. الفساد ده مش موجود الا في مصر بس. طيب احمد دياب اللي هو رئيس رابطة الاندية الفاسد الفاشل المرتعش المدلس، زي ما انت عايز تقول قول. هنا احنا لا بنتغول على حد ولا بنتغول على قرارات حد. احنا يمكن الالفاظ اللي انا بقولها دي هي تنطبق على الشخص ده او تنطبق على احمد دياب. ليه بقى تنطبق على احمد دياب؟ لان احمد دياب خالف لوائح كرة القدم، خالف اللوائح اللي رابطة الاندية شغالة بيها، خالف القانون بالقانون. يعني مثلا واحد ممكن يقول لي يعني ايه خالف القانون بالقانون يا عصام؟ يعني هو خالف القانون بالقانون ازاي؟ يمكن يعني معظم الناس او بعض الناس القانونيين او الاستشاريين اللي بيعملوا قوانين في مصر، طبعا احنا لازم يبقى المصري عنده التاتش بتاعه، اللي هو ايه؟ انا بعمل القانون وبسيب ديل كده في القانون بسيط بسيط، عشان لما اطلع منه بشكل محترف شويه، اطلع منه بشكل كويس شويه. طيب آه، احمد دياب قال ان كان في ظروف قهريه منعت المباراة. طيب انا هنا عايز اسأل سؤال: هو لا قدر الله حصل زلزال ولا حاجة واحنا ما حسيناش بيه؟ مثلا الماتش ما اقامش بسبب ظروف قهرية. بصوا التدليس والنفاق والفجر، الفجر عين عينك يا جماعة. يعني بصوا هو بيطلع بالقرار ازاي، بيقول حصل ظروف قهرية، ده بند في القانون وبيطلع بيه بالقانون، بس هو غلط مش صح. يعني انا معاك اللي ده موجود في اللائحه، البند ده موجود في اللائحه. ايه البند؟ اللي هو لو في ظروف قهريه الماتش يعاد. طيب كلكم فاكرين في 2021 لما الزمالك كان بيلعب الاهلي في استاد برج العرب، كان وقتها مستر جروسو موجود، 21 او 22 على ما اعتقد. شفنا استاد برج العرب كان عباره عن بركه مياه، بركه مياه، ودي بقى اسمها الظروف القهريه بجد. طيب اللقاء اتعاد؟ ما اتعادش. اللقاء يمكن فضل مستمر لنهايته. الماتش ده اللي تعادل فيه الزمالك مع الاهلي 1-1 ومفيش اي مشكله. طيب السنه اللي فاتت لما اداره نادي الزمالك طلبت الفاسد والمرتعش والفاجر احمد دياب رئيس رابطه الانديه، لما طلبوه من النادي الاهلي يلعب ماتشاته يعني المؤجلات كلها عشان يبقى فيه عدل، عشان يبقى فيه حياد قبل ما الاهلي يلعب الزمالك. مش ده المنطق؟ مش ده العدل؟ طيب لما الاداره طلبت الفاسد احمد دياب رئيس رابطه الانديه ان هو يلاعب النادي الاهلي مؤجلاته الاول وبعد كده يلعب نادي الزمالك، هل ده حصل؟ ما حصلش. طب نادي الزمالك انسحب من اللقاء. لما نادي الزمالك انسحب من اللقاء، مش اللائحه اتطبقت عليه واتخصم منه 6 نقاط؟ اتخصم منه 6 نقاط. هو ليه بقى اللائحه ما تتطبقش على النادي الاهلي؟ يعني ايه تخصم منه 3 بونت بتوع المباراه و180 وتأيد عليه العقوبه اللي هي بتاع الشركه الراعيه 180 مليون جنيه؟ انا ايه مشكلتي؟ دي لائحه انت بتطبقها. فين خصم ال3 نقاط بتوع نهايه الموسم؟ ليه اتحاد الفاسد احمد دياب او رابطه، معذره، رابطه الفاسد احمد دياب، ليه رابطه الفاشل احمد دياب؟ تاني بكرر الكلمه. يعني النادي الاهلي تخص ال3 بونت بتوع نهايه الموسم ما يتخصموش منه؟ ليه؟ خالف كل اللوائح، خالف كل قوانين كرة القدم، المرتعش الفاسد الفاشل البلطجي أحمد دياب رئيس رابطة الأندية. وهنا يتبقى السؤال: هل النادي الأهلي فوق القانون في مصر؟ هل النادي الأهلي فوق رابطة الكرة واتحاد الكرة، رابطة الأندية واتحاد الكرة؟ هل النادي الأهلي فوق الناس المشرفين، الناس اللي فيهم ناس محترمة بتشرف على كرة القدم؟ هل النادي الأهلي فوق الناس دي؟ النادي الأهلي ما يتطبقش عليه القانون ليه؟ ليه؟ وبعدين بتيجوا تتكلموا تقولوا الجماهير والشحن الجماهيري
ونبذ التعصب. تعصب مين وانت بتخلي يعني بالقرار بتاع رابطة الأندية الفاجر أحمد دياب، أحمد دياب الفاجر الفاشد الفاسد، بالقرار بتاعه ده انت بتخلي العنف يزيد. النهارده يا جماعه اهلاوي قبل زملكاوي لازم يعرف ان القرار اللي خدته رابطه الانديه ده هي مجامله، وهو ما يثبت ان بطولات النادي الاهلي كلها بياخدها بالشكل ده. ده اللي ده اللي ظاهر قدامنا. حكام هتيجي تقول لي اصل انا الحكام، طب انا عامل ايه في الحكام، والحكام انا ذنبي ايه؟ هي اللي بتحب النادي الاهلي. طب خلاص ماشي، رابطه الانديه المنظمه المسؤوله اولا واخيرا عن الكوره، رابطه الانديه المسؤوله عن الانديه. يعني انا مش فاهم بصراحه يعني القرار ده لما الجماهير تتقابل ويبقى في شحن جماهيري كبير بسبب الخطاب ده. ما انت النهارده لما يجي مثلا 40 50 مليون زملكاوي في مصر يشوف ان النادي بتاعه لما انسحب اتطبقت عليه العقوبه، والنهارده النادي اللي هو اكبر مفسده في مصر بالمناسبه يعني يا جماعه معذره يعني، لما يلاقي هو فوق القانون، القانون ما بيتطبقش عليه. طب انا كمشجع زمالك انا استفدت ايه؟ انت كاهلاوي قبل ما تكون زملكاوي، هل انت راضي عن اللي بيحصل؟ هل انت الموضوع ده بالنسبه لك انتصار؟ هل ده انتصار مثلا لناديك؟ انت في الاول وفي الاخر اتطبق عليك العقوبه الماليه بتاع الشركه الراعيه، واتطبق عليك ان انت اتخصم منك الثلاث نقاط، تمام. بس في نهايه الموسم ثلاث نقاط ما يخصموش ليه؟ للفاجر احمد دياب، وبكررها تاني، الفاجر احمد دياب ما يخصمش 3 بونت من الاهلي نهايه الموسم. ليه تضيع مجهود فريق زي بيراميدز؟ ليه تضيع مجهود فريق زي الزمالك؟ مين بينافس على الدوري ايا كان، مين بينافس زمالك بيراميدز، انت مالكش دعوه. انت تدي كل فريق حقه، تدي كل فريق نقاطه، تخص المنسحب تطبق عليه اللائحه كما قال الكتاب، ليس لك تدخل لتوجيه الدوري. انت كده النهارده لما تشيل التلاتة بونت بتقول للاهلي تعالى نافس على البطوله تاني، بتقول للاهلي تعالى نافس على الدوري تاني. يبقى الدوري موجه لمين بقى هنا؟ يا فاسد يا مرتشين. يبقى هنا الدوري موجه، انتوا بتقولوا الدوري موجه لبيراميدز، او الناس او المسؤولين عن النادي الاهلي بيقولوا ايه؟ الدوري موجه بيراميدز. طيب انت هنا النهارده لما تخصم الثلاث نقاط منه، هل انت بتتحدى الانديه اللي هي بتصرف وبتجيب لعيبه، بتصرف ملايين الملايين على لعيبتها، رواتب واجهزه فنيه وبتديهم مرتبات، انت جاي بقى النهارده بالقرار ده بتتحدى الانديه كلها عشان النادي الاهلي ياخد الدوري؟ يا فاجر. هل ده هل يعني هل دي كرة قدم؟ هل ده منطق كرة قدم؟ هل ده عدل في كرة القدم؟ انت بتتحدى مين عشان الاهلي ياخد الدوري؟ ازاي الكلام ده؟ فعرفتوا لما باجي اقول الفاجر احمد دياب، الفاسد احمد دياب، المرتشي احمد دياب، انت ليه تحط نفسك في موضع الشبهات؟ ليه؟ عشان انت عايز كده، عشان انت عايز تدي الدوري للاهلي، عشان انت عايز ترجع الاهلي على المنافسه. خالفت لوائح كره القدم، خالفت قوانين كره القدم. وبالمناسبه انا عندي سؤال، يعني وزير الشباب والرياضه يا دكتور اشرف صبحي، انت يعني يمكن يعني محترم وقمه الاحترام، ولذلك يمكن الثقه اتجددت فيك تاني ان انت حضرتك تبقى وزير للشباب والرياضه. طيب ممكن واحد يجي يقول لي اصل الوزير لو اتدخل هيبقى تدخل حكومي. هو معنى ان الوزير ما يتدخلش هنسيب قمة العبث القروي اللي احنا فيها؟ هو ما فيش غير النادي الاهلي لازم ياخد البطولات؟ ما فيش غير النادي الاهلي لازم ياخد الدوري؟ ايه الفجر اللي انتوا فيه ده؟ ايه الفشل علني كده، فجر علني يعني عينك كده، فجر على العلن كده، يا فسده. هي فرصة نادي الزمالك وجت. ايه فرصه نادي الزمالك؟ نادي الزمالك هيصعب بالمناسبه، وهيطلع ويمكن متضامن معاه بيراميدز، ويمكن اول مره نشوف بيراميدز متضامن كده. وبيراميدز حط نفسه في المشكله لان اللي متصدر الدوري مين؟ بيراميدز. واللي بينافس على الدوري مين؟ بيراميدز. فانت النهارده ليه تضيع حقوقي؟ ويمكن كمان دي فرصه جت لنادي الزمالك، فرصه العمر لازاله الفسده كلهم، لازاله الفشله كلهم. لا الزمالك مش هيقف مكتوف الايدي، لا الزمالك مش هيقف يتفرج على المسرحيه اللي بتحصل، لا الزمالك مش هيقف يتفرج على التمثيليه اللي بتحصل كل سنه. كل سنه النهارده بنخالف اللوائح عيني عينك، بنخالف اللوائح بفجر وعبث عيني عينك. في فاجر رئيس لجنه انديه، فاجر، ده شخص فاجر، احمد دياب ده فاجر وفاسد ومرتشي وبلطجي، خالف الانديه امام العالم كلها عشان خاطر النادي الاهلي. يا فسده، يا فجره. لصالح مين كل ده؟ كل ده لصالح مين؟ انا مش فاهم. انا عشان النادي الاهلي ياخد الدوري؟
والنادي الاهلي يقول لك اعمل لك بيان يقول لك عوده النادي الاهلي للدوري ولقاء بيراميدز. انت فين الانتصار يا راجل؟ اتكسف يا راجل، اتكسفوا على دمكم. انتوا بتعرفوش تكسبوا ولا كده؟ بتعرفوش تاخدوا بطولات ولا بالشكل ده؟ ما هو لو ما فيش الالعاب القذره اللي انتوا بتعملوها انتوا ورابطه الانديه القذره المرتعشه دي، لو الالعاب دي مش موجوده مش هتعرف تاخد دوري، مش هتعرف تنافس على دوري. انت مستواك زي النيله وواقع، فهتتلحق ازاي؟ تتلحق بالشكل ده. النهارده بمخالفه القانون دي سد بقى على الانديه. طب ما ممكن انديه تانيه تقول لك انا هنسحب، هتقدر تعاقبها؟ فبالنسبه لنادي الزمالك متضامن مع بيراميدز وخلاص، ويمكن بشكل كبير نادي الزمالك هيرفع مذكره للفيفا، الفيفا اللي هتحكم بقى. تقول لي بقى وقف نشاط، تقول لي احمد دياب هيتشال في 60,000 داهيه. احمد دياب الفاجر الفاشل ده فاجر، ده بني ادم فاجر اللي يغير في لوائح عشان نادي يبقى فاجر. وهم كلهم اصلا مفسده الكره في مصر، والله مفسده الكره في مصر. ففرصه لنادي الزمالك، نادي الزمالك يتمسك بيها، ما تسيبش حقوقك. مفيش حاجه اسمها ان بنهايه الموسم حتى مهما كانت نتائج الزمالك ايه، بعد عن الدوري، تعادل، مستواه وقع، كل واحد ياخد حقه مهما كان نتائج الزمالك. فدي فرصه لنادي الزمالك، خد حقك، اقف على دماغ الفجره، اقف على دماغ الفسده، صعد للفيفا. القضيه في صالح نادي الزمالك، بالمناسبه في صالح نادي بيراميدز عشان تبقوا عارفين يعني. ايا كان قرار خطورته ايه على مصر ما يهمكش، دوس. لان المسؤولين الفجره اللي هنا، المسؤولين المرتعشين اللي هنا مش خايفين على بلدهم، مش خايفين على النظام في مصر. انت ما تخافش على حد، واجه الفساد بفساد زيه، واجه العنف بعنف زيه، واجه الألاعيب القذرة بألاعيب قذرة انت كمان. ما تستناش، ما تقوليش لا اصل ممكن نشاط يقف، اصل ممكن تغور في 60,000 ده يا رابطة الأندية. رابطة الأندية خلفت ضميرها رقم واحد، خلفت اللوائح رقم اتنين، رقم تلاتة مجاملة النادي الأهلي باستمرار وهو مخطئ. فهتقول لي بقى اصل شكل مصر ومش شكل مصر. انت كمجلس إدارة ما تفوتش، ما تفوتش، وما ينفعش تفوت. انت لو فوتت حقك هتتحاسب، جمهورك مش هيسيبك، وجمهورك هيحاسبك، وجمهورك مش هيرحمك. احنا بنقول حق الله. الاداره ما تدوس، دوس. بص يعني زي ما انت عايز تدوس دوس في الموضوع ده، ما يهمكش. ما تقوليش بلدي، ما تقوليش مش لا، ما فيش الكلام ده. هي ناس تخالف القوانين عشان تجامل الانديه، وانا اطلع اقول اصل عشان خاطر شكل الرياضه في بلدي. هما ما عملوش حساب الكلام ده ليه؟ هما لا احترموا زمالك ولا احترموا بيراميدز ولا احترموا جميع الانديه اللي موجوده في الدوري. وعلامه استفهام عند الانديه التانيه، هو ليه الزمالك وبيراميدز بس اللي اتكلم؟ فين باقي الانديه؟ فين بقى الانديه اللي بتلعب؟ فين الاتحاد؟ فين فاركو؟ فين سيراميكا؟ فين بتروجيت؟ فين الجونه؟ فين الانديه دي يا جماعه؟ ازاي الانديه دي ما تطلعش تتكلم وتحافظ على حقوقها؟ ليه الزمالك وبيراميدز بس اللي بيتكلموا؟ ليه؟ عشان ايه يعني؟ فهي فرصه لنادي الزمالك، اتمنى نادي الزمالك ما يفوتش الفرصه دي. طالما انت لاقي فجر تعمل بفجر انت كمان. عندنا كمان يمكن منذ قليل نادي بيراميدز قال لك خلاص انا مش عايز حكام اجانب. ليه بقى قال مش عايز حكام اجانب؟ ما خلاص هو بيراميدز لقى ان العمليه كده كده بتطبخ للاهلي، القانون بيخالفوا القانون عشان النادي الاهلي. قال لك طب انا هجيب حكام اجانب ليه بقى؟ انتوا كده كده يعني بتساووا الدوري النادي الاهلي، او بتحاولوا ان انتوا تطبخوا الطبخه عشان خاطر النادي الاهلي. انا اصرف وادفع 70 80 الف دولار واجيب حكام اجانب ليه؟ وفي فجر شغال. وبالمناسبه بيراميدز برضو صعد هو كمان مع الزمالك برضو بالمناسبه. ده خلاف اصلا ان بيراميدز ليه مشكله برضو بسبب النادي الاهلي، بسبب جراد ياشار لما شارك قصاد بيراميدز، وهو اصلا كان متسجل لسه على السيستم في نادي تاني. مش عارف اصلا ده حصل ازاي، مش عارف ازاي البطاقه الدوليه بتاع اللاعب جت، مش عارف اتحاد الكوره ايد اللاعب ازاي وهو متسجل في نادي تاني. ما هو ده فجر من قمه الفجر برضو. فبيراميدز قال لك لا انا مش عايز حكام اجانب، انا هلعب بحكام مصريين. ما خلاص ليه بقى؟ هو شايف، هو لقاها ان هي كده كده بتطبخ للاهلي. هو في فجر بعد كده يا جماعه واحد يخالف اللائحه؟ هو في فجر بعد كده واحد يخالف اللائحه وبرضه ما بيخصموش منه الست نقاط؟ ولو تفتكروا انا الثلاث نقاط ده انا قلت لحضراتكم عليهم يمكن من 5 6 فيديوهات سابقين. يمكن في اول رمضان قلت لحضراتكم، قلت لكم القرار اللي هيطلع من اللجنه الاولمبيه ايه، وقلت لكم اللجنه الاولمبيه هتأيد عقوبات الفاجر رئيس رابطه الانديه احمد دياب. وقلت كمان ان في كلام على الثلاث نقاط، قلت في كمان كلام على الثلاث نقاط. ايه هم الثلاث نقاط اللي هم في اخر الموسم؟ هم دول اللي بيفكروا يجاملوا الاهلي بيهم.
الكلام ده انا قلته قبل كده، وانفردت بيه مع حضراتكم قبل كده، يمكن في اول رمضان في حلقة من الحلقات. ففجر فجر فجر خلاص موجود. فدي فرصة لنادي الزمالك، ما تسيبش حقك ودوس. نتمنى ما نشوفش الاشكال اللي هي القذرة اللي هي بتدير الكرة دي في مصر تاني، لان ده فجر بيضيع حقوق اندية، بيضيعوا ملايين على الاندية. فنتمنى ان احنا ما نشوفش القذارة دي في كرة القدم تاني. اشكر حضراتكم، اشوف حضراتكم في فيديو قادم باذن الله تعالى. كل سنة وحضراتكم طيبين.